عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في طلعت حرب، 13 شارع طلعت حرب. المحل ده اسمه جورج. جورج ده من بدري قوي محل قديم وعريق وجميل جدا، حاجاته حلوة قوي واسعاره على فكرة مش عالية. المحل ده كان بيبيع للطبقة الارستقراطية، بيبيع للفنانين، بيبيع للمطربين القدامى بتوع زمان، يعني زي عبد الحليم ومحرم فؤاد. حاجاته حلوة وشيك وراقية ونجيفة. بيبيع، دخل أحزمة ودخل الطقم بتاع الزراير بتاع القمصان. عنده كل حاجة حلوة قوي، عنده بدل وعنده بيبيون. محل حلو جدا لغاية الآن، محتفظ بالتوضيب بتاع زمان. المحل ده من 2920 يا جماعة. محل جميل وكل حاجة فيه راقية. على فكرة هو مصنع ومحل، هو بيفصل لنفسه، والتيكت او البادج بتاع المصنع بتاعه موجود على كل حاجة بتشتريها. محله حلو جدا. كان الاول كلاسيك بس دلوقتي دخل كلاسيك ودخل الكاجوال. عنده بنطلونات جبردين وعنده بنطلونات جينز وعنده كلاسيك. عنده كمان بلوفرات وعنده قمصان كاجوال. كان الاول بيبيع الكلاسيك بس اللي هو بتاع البدله، لا حاليا بقى بيبيع القمصان العاديه اللي بتتلبس عادي تحت اي بلوفر او تحت اي جاكيت. عنده جاكيت حلو قوي، اسعارها جميله جدا، وعنده بلوفرات حلوه، وعنده بلاطي على فكره. كل الخامات بتاعته والجوده عاليه قوي، والتفصيله بتاعته جميله جدا. يعني هو بيهتم قوي بالتفصيله وبيهتم بالتشطيب بتاعها. عنده بيجامات بتاعه العرسان، وعنده الروب دي شامبر بتاع العريس. الحاجات القديمه الحلوه دي اللي جميله، كان العماد حمدي ويحيى شاهين كانوا بيلبسوها في الافلام العربي القديمه، هو عنده مازال محتفظ بيهم. عنده بيجامات جميله جدا، الستان والبيجامات اللي هي على قطيفه جميله قوي، بتاعه العرسان وبتاعه ابهاتنا اللي كانوا بيلبسوها زمان. البدل بتاعته حلوة جدا وراقية. اللي عندها مناسبة بتجوز ابنها أو أخوها، أو هي مقبلة على الزواج ومثلا رايحة تنقي بدلة مع زوجها، أنصحها تروح جورج. جورج عنده أحدث صيحة من البدل، خامات عالية وجودة عالية وتفصيلة هايلة. البدلة مظبوطة قوي في اللبس. البلوفرات بتاعته كمان جميلة قوي، وعنده جيليهات اللي بتتلبس تحت البدل. لو حد مثلا قلع الجاكيت يبقى لابس جيليه، ما يبقاش القميص خفيف عليه، لا بيدفي. حاجاته حلوة وجميلة وراقية، وأسعاره حلوة قوي. مهاود على فكرة، أسعاره مش عالية ولا معدية خالص. أسعاره يعتبر أقل من بره، مش زي بره كمان. لا لا، هو كمان اللي بيميزه ان الشغل بتاعه خاص بيه هو، ما تلاقيش الشغل بتاعه مع اي حد. يعني انا بشوف والله حقيقي، انا كنت جايبه بلوفر، ببص لقيت مذيع معين ما لابسه، لابس زي البلوفر اللي هو بيعرضه ده. على فكرة كل شغله هايل هايل هايل. عايزة اقول لكم ان هو في 13 شارع طلعت حرب. اسمه جورج، محلين جنب بعض. واحد غالبا بيبيع كاجوال، واحد بيبيع كلاسيك، بس انا شايفه الاتنين بيبيعوا كاجوال والاتنين بيبيعوا كلاسيك. معرفش ازاي هم مخصصين نفسهم، لكن حقيقي شغلهم راقي. حتى المحل توضيبه وتشطيبه هو الشغل القديم بتاعه. عنده درجة تحت للبروفا وفي فوق للبدل. البدل بتاعته هايلة حلوة جدا، موديلاتها حديثة وعريقة. وتاخدوا راحتكم خالص. لو حاجة عايزة تتوضب هو اللي بيوضبها، لو حاجة عايزة تتضايق هو اللي بيضايقها. تقصير بنطلون هو اللي بيعمله، شغله ما بيروحش بره، علشان ما حدش يبوظ او يلعب لكم في اللبس بتاعكم يبوظه. عايزه اقول لكم ان اسعاره جميله جدا جدا جدا، وخاماته حلوه وموديلاته راقيه وحلوه وشيك. المحل ده في طلعت حرب يا جماعه، اسمه جورج. اللي مقبل بقى على الزواج او عايز بدله خطوبه او بدله الزفاف، هتلاقي عنده. حتى الحمالات، في ناس ما بتلاقيش الحمالات بتاعه البنطلونات، لو حد جسمه مليان شويه بيلاقي عنده الحمالات دي اللي بترفع الكمر بتاع البنطلون. عنده احزمه كمان جلد طبيعي مليون في الميه، التواج بتاعته مستورده. عنده طقم الزراير بتاع البدل، كل حاجه عنده، كرافتات وعنده بيبيون، عنده كل شيء بالنسبه للمحل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.